إذا راكي تحوسي على وصفة سريعة التحضير توجد ليه اقتصادية ما تكلفكش بزاف والبنة بزاف بنينة، ما عليك غير تبعي معايا الفيديو هذه حتى للأخير. جبت هنايا حبيبات تاع بطاطا، حوالي واحد الرطل تاع بطاطا، غسلته وقطعته ودرته فور. كي قلعته من الكسكاس وهو حامي راني نمرس فيه بهاد البريس بوغي. لازم البطاطا تاعي تكون ملساء كيما تاع المعقودة، ما تقعدش محبة. على بالي رانا فترة تاع اختبارات وكاع راكم مشغولين تحوسوا غير على الوصفات السهلة. كي نشوفها نطحنت لي غايه ندير لها هنايا شويه تاع الملح وشويه تاع سكنجبير، شويه قرفه، شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع الكمون. من كل حاجه غير فتاته فتاته، شتوني ديت غير على راس المغرف باش ما تجيش بطاطا تاعي صامته. وما تكثرولهاش لي زيبيس ثاني باش ما تجيش قاطعه بلي زيبيس. ندخل مليح هذوك لي زيبيس في البطاطا تاعي. خليت البطاطا تاعي دو كوتي وقبضت حبه تاع بصل متوسطه، ما كبيره ما صغيره، طحنتها في الاشواغ. ومن جهه واحده اخرى جبت هنايا المقله تاعي، درت فيها شويه تاع الزيت. كي حما هذاك الزيت حطيت عليه البصل وراني نقلي في البصل تاعي حتى يدبال. وكي نشوف البصله تاعي طاحت تبدل اللون تاعها ولا شفاف، ندير لها كميه تاع كفته، شي اللي متوفر عندكم. انا هنا درت كفته تاع الدجاج، كان عندي صدر تاع الدجاج طحنته. نتوما ديروا لي عندكم كفته تاع دجاج ولا تاع داند ولا تاع بقري، اي نوع تاع الكفته يوالم هذه الوصفه. ونقعد نقلي في الكفته تاعي مع البصل حتى طيب لي ونتبل نفس التوابل اللي درتهم في البطاطا نديرهم هنايا في اللحم. شويه ملح وشويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه قرفه وشويه سكنجبير. الدجاج يتوالم بزاف مع المذاق تاع السكنجبير والقرفه. خلط مليح الكفته تاعي ونقعد نقلي فيها حتى طيب لي. ما تكثروش شيرات الملح، تفكروا بلي رانا تاني البطاطا رانا دايرين لها الملح. ومازال غادي ندير من بعد فرماج وندير باش ما تجينيش الوصفه تاعي مالحه. كي طيب لي الكفته تاعي نطفي النار ونضيف كميه تاع المعدنوس. معدنوس خلوه هو تالي باش يحافظ على اللون ويحافظ على الذوق نتاعه. نخلي الكفته تاعي تبرد. ومن جهه واحده اخرى جيت هنايا ديت 2 مغارف تاع السمن. اللي ما عندهاش سمن تقدر تستعمل مارغارين عادي، اي نوع يكون عندك ديريه. 2 مغارف نتاع الليدام و2 مغارف نتاع الفرينه ونخلط مليح حتى ينسجموا مع بعض ويدوب. ونخليه يطبخ شويه، لازم هاد لوغو يطيب لي غايه باش ما يضرش. لوغو الشيلات كي ما يطيبش مليح راه يضر يدير مشاكل في المصران. خلوه يطبخ شويه. كي نحسه طاب نضيف كميه تاع الحليب، نضيف نص لتر تاع حليب ونخلط مليح. ما نحبسش تحراك حتى يتقال الخليط. وهذه هي الوصفه الاصليه تاع البيشاميل. دائما في البيشاميل نديرو 2 مغارف تاع مارغرين و2 مغارف تاع فرينه في نص لتر تاع حليب. ونبدا نحرك كيما راكم تشوفوا هنايا صايره هنايا بدات تتقال. لازم نتحصل على هذا القوام. نضيف لها شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل. من الاحسن يكون عندكم فلفل ابيض، اللي ما عندهاش فلفل ابيض تستعمل فلفل اسود. وهنايا ديروا جوز الطيب اختياريه في البيشاميل، اللي بغات ديرها ديرها، اللي بغات تستغنى عليها عادي ما تاثرش على الوصفه. جبت المول تاعي دهنته بشويه تاع لا مارغرين يدمته. ودرت واحد 2 مغارف ولا 3 تاع لا بيشاميل لتحت كطبقه اولى. وهنايا نجيب البطاطا تاعي نخدمها كريات بحجم حبه تاع مندرين. نبدا بالكريه الاولى نخدمها مليح ونحلها. ندخل فيها الكفته كيما راكم تشوفوا ونبلع عليها غايه باش ما تعاودش تخرج لي الكفته في الطياب. ونحطها فوق الطبقه تاع لا بيشاميل. نستف ندير طبقه واحده اخرى تاع كريات البطاطا. يجي شباب بزاف هاد الكغاتان شيرات اللي مازال ما جربتها راه فاتها الكثير. انا هاد الوصفه سبق لي وحطيتها في قناتي الاولى تاع مطبخ ام منير. ووصفه كي تشوفوني نديرها ونعاودها عرفوا بلي راهي شابه بزاف وبنينه وراهم يطلبوني عليها افراد العائله. كيما راكم تشوفوا الشيلات نعاود نغطي كاع هذوك الكريات تاع البطاطا نغطيهم بالبيشاميل. فوق كل حبه ندير شويه ونرابي فوقها جبن. اي نوع من الفرماج يكون عندكم ديروه، المهم يكون الجبن تاعكم يذوب ويحمر. انا استعملت الفرماج غودا كان عندي، رابيته من الفوق. وفي هذا الاثناء راني محميه الفرن تاعي على 200 درجه مئويه، 200 حتى 220. ديروا الفرن تاعكم يحمى مليح ودخلوا لو غراتان تاعكم حوالي واحد 20 دقيقه 25 دقيقه. هنا كاع المكونات راهي طايبه، دخلوه غير باش يتحمر ويدي لون. دوك ندخل في الكغاتان تاعي يطيب ونوريه لكم جاهز في صحن التقديم. وها هو خواتاتي الكغاتان تاعي راه واجد. ما عندي ما نقول لكم، واحد البنه جاي هبل ولا خلاو لي كاع الاطباق الاخرين وكلاوه تقريبا غير هو. هاد الوصفه راني معتمدتها في شحال من عام، ما عليكم غير تجربوها. راهي بنينه بالبزاف اقتصاديه وكما قلت لك سريعه التحضير، ما تكلفكش الكثير وما تديش منك وقت.
هذا هو الشكل تاع الكغاتان تاعي. وصلت خواتاتي لنهايه الفيديو تاعي. اللي عجبتها الوصفه ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليق، وبارطاجوا الوصفه مع العائله والاصدقاء. تهلوا لي في رواحكم، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.